يا مساء الفل واهلا بيكم في فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده في الفيديو ده هشرح القطع مميزه نازله في تابر وير الشهر ده. دي عروض رمضان، فهشرح كل قطعه استخداماتها ايه ينفع استخدمها في ايه، وشكلها ايه على الطبيعه، وينفع استخدمها في ايه في البيت عندي واستفيد بالعرض. همشي سريع كده على كام قطعه ونشوف مع بعض هنستخدمهم ازاي في البيت. اول حاجه هنبتدي بالعلب الكوبيكس. العلب الكوبيكس ان هي متميزه ان هي علب مربعه، ينفع اكون بحطها فوق بعض. المقاسات اللي نازله معانا مقاس لتر ومقاس لتر وتمانية من عشرة. المقاسات دي عموما حلوه ان انا احط فيها مكسرات، ينفع احط فيها بقسماط، دقيق، سكر، رز. ينفع استخدمها في التلاجة احط فيها جبن. هي نازله باشكال صدف، ويعني اشكال كده مبهجه، يعني اشكال مبهجه صدف يعني والقواقع. ينفع استخدمها في التلاجة احط فيها اي حاجه في التلاجة. ميزه العلب الكوبيكس ان هي مربعه، فبتدخل نسبه هواء بنسبه 10%، يعني دي النسبه اللي ممكن لو اي زي الجبن والحاجات دي محتاجه تتنفس ينفع اكون بستخدمها فيها. بيميز كمان العلب دي ان انا في ضرفة الخزين ينفع احطهم فوق بعض، بيوفروا لي مساحة تخزين. يعني انا عندي مساحة ضيقة ينفع احطهم فوق بعض، بيدوا شكله جميل جدا في التخزين، وكمان بيوفروا لي مساحة حلوة قوي. زي ما قلت هي اكتر من العلب الممتازة قوي في تخزين المكسرات، الحاجة، اي بقوليات، اي توابل عايزة اخزنها، ممتازين جدا في التخزين الافكار دي. غير طبعا لو اي بواقي اكل في التلاجة شغالين معايا. تاني نوع هو معانا اس اس سكوير، دي مقاسها لتر. هي نازله معانا بالغطاء لونه ازرق. اللي بيميز العلب الاس اس دي ان هي اكتر حاجه ان هي شفافه، يعني غير علب الكوبيكس ان هي معتمه مش بتبين اللي جواها. الاس اس سكوير دي ميزتها ان هي انا اي حاجه احطها جوه العلبه بكون شايفاها. للناس اللي عندهم زي ما زي حالاتي كده بقيت خلاص احب قوي العلب الشفافه عشان بنسى اللي جوه العلب. يعني مش محتاجه تحطي ليبل على العلبه، تحفه جدا. هي طبعا عيبها ان هي اغلى من الكيوبكس، ان الكيوبكس هتلاقوها اسعارها اقل من الاس اس سكوير، بس يعني الميزه بس اللي فيها بحس اكتر ان هي شفافه واقدر اشوف اللي جواها. لكن طبعا زي الاس سكوير بستخدمها جوه التلاجة، بحفظ فيها الجبن الاكل. ممكن استخدمها كلانش بوكس، على فكره تحفه جدا، اكون بديها للاولاد اللانش بوكس في الاكل في المدرسه، او جوه زي ما قلت جوه التلاجة كاكل احفظ فيه الاكل، او بره التلاجة اكون بحفظ فيها الخزين. بتكون ممتازة جدا جدا، لا غبار عليها ولا تلاقوا حشرة دخلت ولا نملة ولا اي حاجة تقدر تدخل جوه العلب دي. فتنظم لك دولاب المطبخ بشكل جميل جدا، وتحفظي فيها الحاجة بشكل رهيب وجميلة قوي في الاستخدام، وطبعا شكلها نيجي بقى هنا دي للعلب المدورة. معانا كلاسيك بولز، دي علب مدورة حجمها 800 مللي. ناس لونهم كده على اورنج كده، بس على اورنج محمر، يعني درجة جميلة قوي في الطبيعة. المقاس ده حلو قوي، نحط فيه جبنة قريش يسيع معانا قلبين كبار كده جبنة قريش او 3 على حسب حجم القالب. حلوين قوي في السلطة، نكون بحط فيهم سلطات من غير ما احط فيهم دريسنج. حلوين قوي بواقي الاكل في التلاجة. ميزة العلب المدورة في تابر وير ان هي محكمة الغلق جدا، يعني مفيش اي حاجة تقدر تدخل ولا هوا ولا اي حاجة، فيتحفظ الاكل وقت طويل جدا. ميزة العلب الكلاسيك دي ان هي كمان شفافة، بشوف فيها الحاجة اللي جواها، ودي ميزة حلوة جدا بتميز العلب دي. وطبعا كمان ينفع استخدمهم في الخزين، احط فيهم توابل لو بخزنها او قهوة او اي حاجة، بتحفظ لي النكهة والطعم الاخر حته. نيجي بقى للكينج الكبير، هي الوان تاتش ال2.4 دي مقاسها حلو قوي، يعني مقاس تشيل معايا. لو هحط فيها جبنة قريش ممكن كيلو ونص جبنة. ميزة الوان تاتش ان انا بقفلها بضغطة واحدة بس في النص. عايز اقول لكم ينفع تحطي فيها شوربة وترميها جوه شنطتك انتي ونازلة، وتحطي في بطنك بقى بطيخة صيفي ان هي ممكن تنقط منك ولا اي حاجة. احكام رهيب جدا. ينفع استخدمها في التلاجة، احط فيها اي خضار بقى، اي سلطات، اي
لو اي حاجه حطيها والحاجه يعني بتحفظها بشكل جميل جدا، مخلي اي حاجه ما تخليش اي هواء او بكتيريا او اي حاجه تدخل جواها خالص نهائي يعني. العلب دي ممتاز قوي لو انا عايزه احط فيها خبيز عيد او كوكيز او اي حاجه، ما استحاله اي رطوبه تدخل لها خالص. لو اي حاجه خايفه الرطوبه تدخل لها حطيها في العلب الوان تاتش، استحاله اي رطوبه تدخل جواها. هي نازله بلون الموف وعليها رسمه كده ارنوب، يعني شكلها كده اصلا مبهج جدا. كمان لو عايزه تديها هديه لحد، من الهدايا القيمه جدا جدا في طبق. ونكمل العلب المدوره. نازله معانا العلب الاكسبريشن، نازل معانا اللون الاورنج مقاس 2.5 لتر، واللون الموف مقاس 4.3. دول حلوين بشكل رهيب، ان هي كمان بحس فيهم ينفع اشوف الحاجه اللي جواهم شويه، بس مش شفافين لدرجه، بس برضو فيهم نسبه شفافيه حلوه. ينفع اعمل فيهم زبادي، اعمل فيهم سلطات، اي نوع سلطه بقى، سواء سلطه يعني خضراء، سلطه مايونيز، حاجه يعني زي كول سلو او فول سلطات. ينفع احط فيهم اي حاجه، بس اهم حاجه في السلطات ما احطش دريسنج عليها، عشان لو انا عايزه السلطه تقعد معايا وقت طويل. ممتازين في الجبنه القريش. يعني عايزه اقول لكم من العلب الممتازه. كمان بيميز العلب دي اسعارها من اسعار الحلب الكويسه في تبروير، يعني مش من اسعار العلب العاليه قوي، لا اسعارها معقوله. وكمان في الحفظ رهيبه، يعني بجد انا عايز اقول لكم اي حد عندي العلب الاكسبريشن حتى لو جربتي علبه واحده مش هتندمي عليها نهائي. حلو قوي احط فيها الخضار زي الطماطم او اي حاجه مدوره بقى، فظيع في حفظ اي خضار او فاكهه مدورين. والميزه برضو اللي فيها لو حطيت عجين فيها اعرف من فين العجين خمر. اول ما الغطا يتفتح بالشكل ده يبقى العجينه خمرت معايا. اخمر فيها عجين براحتي حلو قوي. احط فيها البطيخه ما تاخدش جلده او ما تجلدش معايا. عايز اي حد جرب العلب الاكسبريشن يكتب لي في الكومنت رايه ايه فيها بصراحه، يعني حتى عجبك او مش عجباكي اكتبوا لي بقى في الكومنت. نكمل عيله الاكسبريشن. معانا نازل الشفشق العصير، يعني مفيش اي لمه ولا اي تجمع كده بينك وبين في العيله او بينك وبين اصحاب او بين اسرتك مش بتعملوا عصير. العصير ده حاجه اساسيه جدا. ميزه الشفشق ده انه بيدخل في باب التلاجة. ايوه باب التلاجة كده بيقف جوه باب التلاجة كانه ازازه ميه، مش بياخد معاكي مساحه في التلاجة. ممتاز. تصميمه كده اسطواني كده شويه يعني فيه انسيابيه لدرجه يدخل جوه باب التلاجة. بيريحك جدا ان انت ترفعي رف او تنزلي رف، بياخدش مساحه جدا معاكي. حلو قوي تعملي فيه عصير ديتوكس اي حاجه. من علب يعني الشفاشه جميله جدا. نازل معانا باللون التركواز، تحفه لونه كده يعني جاي من الطبيعه من الميه، شكله جميل قوي. لو متابعه معايا لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يترفع ويتشاف اكتر. نيجي بقى هنا ازازه الميه الفريزر. دي يعني بتدخل الفريزر، مقاسها 800 ملي. ينفع احطها في الفريزر املاها، بس في علامه معينه موجوده في الازازه ما تخطوش يعني مش بملاها للاخر، لعلامه معينه. حلو قوي ان ينفع داخل على الصيف فازازتك في ايدك، يعني ايه كل واحد بيطلع بازازته. كمان الناس اللي بتحب تحط الميه تبقى ساقعه معاها في الفريزر دي ممتازه جدا. هي اللون بتاعها لون البينك الهادي خالص، يعني تحسوها البيبي بينك او بودرة البينك زي ما بيقولوا. جميلة جدا. الغطا بتاعها لف عشان احطها في الشنطة بتاعتي وابقى مطمنة بقى مفيش اي حاجة تتبل او حاجة تتفتح. الغطا محكم جدا، احطه في الشنطة وانا مستريحة جدا في اي خروجة. شكلها شيك جدا جدا في الطبيعة وروعة من العلب يعني من الازايز، سوري، الازايز الجميلة جدا جدا. وكمان نازله ازايز لون اصفر مقاس 750 ملي. ده الغطا الكاب. الغطا ده بحبه اكتر حاجه في البيت جوه البيت. لو انا بشرب اي حاجه بيبقى سهوله الفتح. لونه الاصفر الهادي خالص اللي هو بيسموه الاصفر الكناري. يعني شايفين على الطبيعه هادي قوي قوي. فحلو قوي لو كنا بنستخدمه في الصيف في البيت عندنا في كازايز. محتاجين قوي يكون في البيت كل حد كده بيكون ليه ازازته، فلون مميز قوي ولون جديد نازل معانا في الشركه.
كمان الناس اللي معانا في العروض المقص تبروير اللي كان كل الناس بتسأل عليه، عايزين المقص ما يكونش نازل معاه حاجات تانية، يعني معاه سكاكين او شرط اشتري معاه حاجات تانية، نازل لوحده في الفلاير ده. فبسهولة قوي اشتروه. كميته محدودة في المخزن، لو محتاجينه نكون بنشتريه بسرعة عشان هو قرب يخلص من المخازن. ميزته بقى رهيب، يعني كل اللي جربه حاد بشكل بشع جدا، حاد جدا. بقص بيه فراخ كاني بقص ورق، يعني بقص بيه فراخ. انا عايز اقول لكم انا عندي مشكله في اعصابي، بس بقص بيه فراخ بسهوله. يعني اي عظم بقى اقطعه. إيه لا يعني ممتاز، يعني كلمه ممتاز، يعني هتنسي كل المقصات اللي عندك، هتركنيها على جنب وهتكوني مش شغاله بيه. يقص لو بطه معاكي او طيور، اي نوع طيور عموما اقعد اقصها. بقص بيه كمان اللحمه، يعني اللحمه لو حتى فيها دهن او اي حاجه ينفع تقصيها بسهوله جدا. يعني انا يعني بقيت اقص اللحوم برضو بيه. حلو قوي لو اي اسماك، يعني اي سمك، اي حاجه ممكن تشتغلي بيه وتخليه بيه السمك بشكل حلو جدا. يعني مقص رهيب حقيقي بجد رهيب. وبرضو نفسي قوي اي حد جربه يقول لي في الاستخدام. ميزته كمان بيتفك بالشكل ده، ينفع انضفه وارجعه نضيف. حد جرب المقص يا بليز يقول لي رايه فيه بصراحه، عاجبك او مش عاجبك. لو مش عاجبك قولي لي برضو ايه اللي فيه حاجات مش عاجباكي فيه، او مش مريحاكي فيه ايه بالظبط. رايكم بيفرق معايا كتير. وكمان نطلع معانا سكينه الشيف وحديها وسكينه الاستعمال اليومي والمسن. الحاجات دي لو عايزين تشوفوها على الطبيعه بستعملها كتير في فيديوهاتي انا وشغاله، ممكن تشوفوني شغاله بيها كتير. ولو انت عروسه وعايزه تجيبي المجموعه كلها كمان نازله بعرض حلو، ان كمان نازل معاهم الحامل بيكون فري لو هتشتري المجموعه كلها مع بعض. وكمان نازله معانا قطع الستانلس بتاع التبروير، من الستانلس المميز قوي اللي هو حاجه ووترلس. انتوا بتشوفوا معايا في الفيديوهات الستانلس بقلي فيه. الزيت مش بيتهدرج، مش بيوصل لمرحله الغليان. ينفع الطاسه المقاس 28 اكون بقلي فيها. بتشوفوني في الفيديوهات بتاعتي بمسك حتى الزيت وبلمسه بايدي ان هو بيكون سخن، لكن مش بيوصل لمرحله الغليان، فالحاجه مش بتتهدرج. اي حاجه في قلي صحي. كمان الطاسه الشوايه الجريل دي ينفع بشوي فيها خالص فراخ ستيك لحمه اي حاجه بدون زيت خالص. وبرده بتشوفوها معايا في الفيديوهات زي بكون بقلي سوري بشوي الحاجات من غير زيت، بوصلها لمرحله الكريستاله. حقيقه هو الستانلس غالي، بس هو انا مش هينفع اقارنه باي ستانلس تاني او من الانواع الستانلس الموجوده في السوق. لو مهتمين قوي بالستانلس ممكن تتابعوني في القناه، هنزل الوقت الجاي كمان حاجات كتيره وصفات بالقلي والشوي في الستانلس اللي هو ووترلس، او اللي انا ينفع ما استخدمش فيه ميه عموما او زيت، سواء في القلي او في الشوي. اتمنى يكون عجبكم الفيديو وما زهقتوش معايا. لو انت وصلتي للمرحله دي متنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يترفع ويتشاف اكتر. ولو انت مش متابعاني اعملي دوسي على زرار الجرس ودوسي على كلمه الكل او اول، عشان اي فيديو او اي حاجه بكون بنزلها على القناه يكون بيوصلك اشعار بيه. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.